أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا للإيمان. اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه واجعل اللهم بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم وما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب
وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوزها عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك، واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا من الصالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا من الصالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا من الصالحين، هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة أو غفران وخير ورضوان وقبول وإحسان، فاجعله اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة، واخصص اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وجميع الصحابة والتابعين، واجعل اللهم مثل ثواب ذلك ومع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا، خصوصا من كانت القراءة من أجلهم، صاحب المصلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي، والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، والحبيب عيد روس بن سميد، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور، إنك ملك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالدكم الجميع المسلمين سوالف الآثام، وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام، وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام، وحلنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام، ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام، وتلقانا وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام، أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضر رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة المولد حبيب علي حبيب المسلمين وحبيب علي سبحانه ومشاهنا وحسن باونا رجال من شرم سنة الله جد نيتنا في نيتهم وعملنا بأعمالهم وهلكنا بأهلكهم وقصينا ما كنسلهم وطالبنا في مطل المعالف والعافية سلام على حدينه واللينة الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وكل
كل من للحبيب ينسب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد مع طير يمن غنى فأطرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عظم شانه وخلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره الكسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر
وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النصيب. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين. يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين. عجل برفع ما نزال إنك لطيف لم تزال من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين. ربك فينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا ربنا المصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين. يا ربي شتت شملهم يا ربي فلل جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحلوى لو خائبين في الحال ولو خائبين. يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين من كل بلوى
كل ماكر وخائن وغادر وخائن وغادر وعائن وساحر وشر كل المؤذين وشر كل المؤذين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين من كل بلوى أجمعين من معتد وغاصب ومفتر وكاذب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامت وحاسد وشامت يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين من كل بلوى أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين أنت مجيب السائلين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين من كل بلوى أجمعين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين فأنت بالستر قمين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين من كل بلوى أجمعين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين أنت حبيب التائبين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بلوى أجمعين من كل بلوى أجمعين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والحسنين والبتول والمرتضى
بالفحول وجاه جبريل الأمين وجاه جبريل الأمين يا ربنا بالمصطفى أهلك عدانا أجمعين أهلك عدانا أجمعين وعافنا يا ربنا من كل بال وأجمعين من كل بال وأجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم، وفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة راكم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وقد عليه. آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل،
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتلقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمره وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على الهادي سويا الصراط. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على هادي سويا الصراط. يا ربنا افتح على من قد سكن في الرباط افتح عليهم ووافقهم سويا صراط. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على هادي سويا الصراط. يا ربنا افتح على من قد درس في الرباط افتح عليهم ووافقهم سويا صراط. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على هادي سويا
يا من قد دخل في الرباط افتح عليهم ووافقهم سوي الصراط. الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على الهادي سوي الصراط. وارضى بهم عن حضيض الجهل والانحطاط وابسط لهم من موايد فذ فضلك بساط. الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على الهادي سوي الصراط. هذا وبوصيك يا من في حمى العلم حاط وله عزايم قوي يهل العلا وارتباط. الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على الهادي سوي الصراط. عليك بالعلم فالزم لا تكون عنه ناطق يا رب صل على الهادي سوي الصراط. وصلت من العزم ماض والدراع بالنشاط. يا رب صل على الهادي سوي الصراط. عذرت لعب ذات المخنقة والقراء. يا رب صل على الهادي سوي الصراط. وذكر ذات الخلاخل والكشاش والقطار. يا رب صل على الهادي سوي الصراط. شوف في هواهن عن المطلوب قاطع النيات. يا رب صل على الهادي سوي الصراط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بمراقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيء بجمال فقى في الحسن
مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا 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 جد الحسين مرحبا إذ حبانا بوجود المصطفى مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا يا الله بك إنا بك نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله اللهم صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada seorang anak bayi laki-laki yang insyaallah sama-sama kita akan membacakan surah Al-Fatihah. Atas pemberian nama tersebut dengan nama yang baik sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Alhamdulillah,
Nama tersebut nama yang baik yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, jid dan jidahnya serta keluarga besarnya. Dengan nama As-Sayyid Muhammad bin Hadi bin Syihab. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Ala hadin niyah wa kunniyah salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قطرات وليس من السحاب تقطر وهمات فلا غاضت إذا ما تذكر. يا أجمل الإنسان روحا ريحا ومراوحا من دون راح يسكر. من لي بهذا البين أن يطوى فقاد ألف الزمان بطبعه يتقهقر. نحن الذين بسيل جهل مهلك تطفو وفي لجج الغواية تبحر. وعلى سفينتكم نجاة مؤمل نرسو بها ونجول لا نتحير. لولا الرباط بها لهمنا في الماء ضائعين بصراط تستنكر. حلك تسلسل من معين محمد بالسلسبيل تسلسلا تتفجر. وإذا احتسيت ولو طافي فزلالهم لا تشتكي ظماء ولا تتضجر. يا ذا الذي عن كل شيء سالمون أنت الذي في كل علم مصدر. من للفرائد وشوارد بعدكم من للطائف والصعاب يفسر. أقلام كتاب الفوائد تنثني إن لم يكن في الحشود
إن لم يكن لك في الحشود تصدر وإذا الكئيب إلى حماكم يحتمي لم يمض إلا قد ساله مبشر تقضى حوائجه وفوق المرتجى قد ناله فالجود منكم يبهر تحلو مجالسنا بذكر جميلكم فالله يجزل أجركم ويكثر خلف الكرام به قرار عيونهم قد حاز ما حازوا الأولى بل أكثروا هيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الوصول لشأوه يتعذر هيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الوصول لشأوه يتعذر لا أسعد الرحمن قلبا ناسيا فضل الأفاضل لا يعد ويحصر من يشكر الإنسان يشكر ربه والمزدري لإلهه لا يشكر صلى عليه الله بعد محمد من هال ودق في الأراضي يقطر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالهرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله الأيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق
قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة الأخلاق الحي في بيت القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيد به تعطر طرق المنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه. وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاد العلم وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسنا مني أن دائمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق جباه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرب جهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بحق وبجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
يا مهم يا سلام سلمنا من المسلمين بنا من الأنام والمؤمنين يا قوم يا متين اكفي شر الظالمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من هل هو الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور الحي القيوم اللهم عبد بالله الولي الحبيب سالم بن عبد الله الشتري والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب والحبيب إدرس بن عبد الله بن سمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمة والدينا وخاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترثر عظاما عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما استغفرناه وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهديها ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رئيس المحاجر اللهم بن عيسى وابنه وبيت الله واسم مبرم وإلى الأستاذ الأعظم سيد البقية المقدم الحبيب محمد بن علي بعد باسم إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد شقاب ثم إلى أرواح جميع الأقطاب الأنجاب والأوتار والأبدال والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين ما شمل أجمعين وفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وأولياء الكون أجمعين وأهل الصوفية المحققين المكان ومشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدم من هذه المنطقات الجزيرة وهذه البلاد من الأبي على منهم الحبيب حامد بن علي بن علي الحداد وأخوه محمد بن علي بن علي الحداد ثم إلى الحبيب علي بن شسقاب ثم إلى الأستاذ الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الشقاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن محمد منور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حمد الكاب ثم إلى الحبيب حسن بن عبد الرحمن بعشير ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بعشير ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى رفاق شريف علي بن أبو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب لتعقل بن محمد بن يحيى ثم إلى الحبيب بن شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى الأستاذنا الحبيب محمد بن حسين بن شهاب وكافة مشايخنا وأساتذتنا أحبابنا وذوي الحقوق عن أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنات برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسببهم المرحومين الحبيب العارف بالله عالم العلامة داعي إلى الله سلطان العلم الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب ثم إلى الحبيب عيدروس بن عبد الله بن سميت أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم والجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عما وصل لهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتح. ربنا تقبل منا بفضلك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. ولله در قائل من لا صحب في زمانه شيخ آرف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين
أشكو إلى الله قد حدث السنين ساروا رجال الهدى والمعرفة واليقين من سادة العصر والراس النبي الأمين كانوا وكنا بهم في أصرنا ناعمين ما نشهد إلا سير أسلافنا الصالحين ورثوا مقاماتهم يا نعم من وارثين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا بلاغ إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. Amma ba'd. Hadirin para tetamu Hauliyah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama di musalla Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Untuk mengingat daripada Hauliyah Al-Habib Sultan Al-Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, begitupun juga Haul Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Shihabuddin dan Haul Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim amin Allahumma amin. Alhamdulillah, telah hadir di antara kita banyak sekali daripada para ulama, para habaib, para syiban, para sesepuh. Di antara mereka yang hadir pada kesempatan ini Al-Habib Abuya Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, begitupun juga Al-Habib Abuya Hamid bin Umar Al-Habsyi, begitupun juga hadir bersama kita Ammana Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, begitupun juga Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi wal Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf, dan begitupun juga tampak hadir bersama kita dhaifan al-kiram, tamu kita yang mulia, yaitu tamu yang datang dari kota Tarim, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Bar, dan banyak sekali para habaib, para asatid yang tidak bisa kita sebutkan nama mereka satu demi satu. Namun insya-Allah kita tidak diharamkan daripada keberkahan mereka semua, dan kita doakan agar mereka semua Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan mereka, Allah panjangkan umur mereka fi khairin wa lutfin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati mulai tadi. Setelah salat Isya berjamaah, kita membaca khatmul Quran Al-Karim, dilanjutkan dengan membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita barusan membaca daripada tahlil dan tahmid dan yang lain-lain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua itu kita hadiahkan kepada orang tua kita terkhusus daripada sahibul hul Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan juga sahibul hul Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, dan juga sahibul hul Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa sampai kepada mereka dan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka amin Allahumma amin. Untuk melengkapi daripada acara kita pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan biografi singkat daripada keluasan hidup yang bagus lagi mulia Al-Habib Sultan Al-Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang pada kesempatan ini insya-Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Faris
bin Idrus As-Sagaf, maka waktu dan tempatnya kami mintakan kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi Muhammad wa ali dusurkum ya ahlal wa ya ahlan nauba wa ya ahlal hilli wal iqdi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk menghadiri haul para guru mulia Syekhul Islam Al-Habib Salim Asy-Syatiri wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab wal Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid. Semoga dengan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan serta kelak nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama mereka para aulia wa syuhada wa salihin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak nanti di hari kiamat kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Faqir membacakan manaqib singkat daripada Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nasab beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Hussein bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri bersambung ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramut pada tahun 1357 Hijriah. Saat lahir, beliau sebenarnya diberi nama Umar oleh ayahanda beliau. Namun di masa kecilnya, beliau kerap kali jatuh sakit. Demi kesembuhan sang putra, ayah beliau pergi berziarah ke makaman Zambal saat sedang bertawasul di makam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ayahanda beliau tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad hadir dan memberikan isyarat agar nama sang anak diganti menjadi Salim. Nama ini dipilih sebagai doa dan harapan agar beliau senantiasa dilimpahi keselamatan. Al-Habib Salim rahimahullah hidup bersama ayahandanya Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri selama sekitar 4 tahun. Selama kurun waktu tersebut, beliau berada di bawah perhatian dan bimbingan sang ayah. Setelah meninggal ayahanda beliau rahimahullah, tumbuh di rumah yang dipenuhi oleh ilmu dan akhlak mulia dalam lingkungan yang sangat terjaga. Beliau mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari saudara-saudaranya serta dari ibu undah beliau yaitu Hubabah Ruqayyah binti Muhammad bin Hasan Aidid. Beliau tumbuh besar di Tarim, lingkungan yang penuh dengan ulama dan para aulia Allah. Di masa kecil hingga remaja, beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat Tarim, yang mayoritas pengajar merupakan murid-murid dari ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara para guru beliau adalah Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, wal-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, wal-Habib Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ayahanda daripada Habib Umar bin Hafiz, dan juga saudara-saudara beliau sendiri yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi Asy-Syatiri, wal-Habib Abu Bakar Asy-Syatiri, wal-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri.
Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segab wa Syekh Salim Said Bukair Baghithan wa Syekh Mahfud bin Uthman wa Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl dan masih banyak lagi daripada ulama-ulama di masa beliau. Pada tahun 1376 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke kota suci Mekah. Sebelum berangkat, beliau terlebih dahulu berziarah kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segab di kota Saiwun. Dan ketika itu Habib Muhammad bin Hadi As-Segab menyampaikan kepadanya kabar gembira bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan mengurus segala urusannya. Awalnya ibunda beliau tidak merestui keberangkatan beliau karena tidak bekerja dan kondisi ekonomi keluarga yang sangat sempit. Namun setelah bermimpi melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menegurnya dan memuji putranya dan saudaranya Al-Habib Hasan Syatiri serta menyampaikan bahwa ayahnya telah memberi kabar gembira bahwa Salim akan menjadi sultan dalam ilmu. Ia pun menceritakan hal ini kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab dan beliau menegaskan bahwa Al-Habib Salim akan meraih kedudukan yang agung. Setelah itu ibunda Habib Salim berubah sikap dan mendukung penuh putranya. Dan ketika ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa putranya mungkin akan lupa akan ilmu, Al-Habib Alwi meyakinkan bahwa ilmu itu akan masuk ke dadanya secara beriringan. Setelah sampainya Al-Habib Salim di Mekah, beliau berguru kepada ulama-ulama yang ada di Hijaz. Di antaranya adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fada'ak, wa Syekh Hasan Masyad, wa Syekh Yasin Fadani, wa Syekh Zaini, dan juga guru besar beliau Al-Muhaddits Al-Allama Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin ilmu mulai dari tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, usul fiqh, mantik dan masih banyak lagi yang kesemuanya beliau rangkum dalam buku-buku catatan pribadinya. Ketika Sayyid Alwi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, "Sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripadamu." Sayyid Alwi sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim sehingga beliau memberikan waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-muridnya, "Kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu." Setelah selesai menimba ilmu di Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1380 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Mekah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun. Mulai dari tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1397 Hijriah. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktu dengan ceramah, mengajar di banyak masjid serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambahkan ilmunya sehingga berguru kepada ulama-ulama yang ada di Aden. Di antaranya Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habsyi, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salim Baihani, wa Syekh Ali bin Muhammad Bahumaish, wa Syekh Kamil Abdullah Salah dan banyak lainnya. Begitulah sifat Al-Habib Salim yang selalu haus akan ilmu sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai sekitar 100 guru. Dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan, banyaknya umat yang hadir dalam pengajian beliau, maka timbul niatan busuk dari Partai Komunis yang berkuasa pada saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Habib Salim karena tidak menemukan cara lain untuk menghentikan beliau. Akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membungkamnya. Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang mengantarnya,
tiba-tiba datang mobil melaju kencang menabrak dari arah belakang sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Al-Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1400 Hijriah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama kurang lebih 9 bulan. Hal itu semua dialami oleh Al-Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun 1401 Hijriah, Al-Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan, Muhammad Abdul Rabbu Al-Jailani, atas desakan Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari kota Baydha. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka dengan kebaikan baik balasan. Pada tahun 1404 Hijriah, beliau meninggalkan kota Aden menuju ke kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal dan tempat belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah. Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim dan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit untuk mengajar di sana, yang kemudian tugas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh mereka berdua sehingga banyak murid dari dalam dan luar Madinah mengambil manfaat keilmuan dari Habib Salim dan Habib Zain bin Sumit. Setelah runtuhnya pemerintahan komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah bertepatan pada tahun 1990 Masehi, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau bersama saudaranya Al-Habib Hasan Asy-Syatiri membuka kembali Ribat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintah komunis. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri khususnya di Indonesia untuk menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah hingga kini Ribat Tarim masih aktif dan menjalankan kegiatannya. Setelah membuka kembali Ribat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di sana. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Ahqaf beberapa saat, namun kemudian beliau mengundurkan diri dan fokus mengajar di Ribat Tarim. Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar berbagai tempat, beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal, di antaranya yang pernah menimba ilmu kepada beliau yaitu adalah Al-Muhaddits Al-Allama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Abdullah Al-Hadar beserta saudara-saudaranya, Wal-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Wal-Habib Abdurrahman Al-Muhdar serta putra beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, Wal-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih, dan masih banyak lagi daripada murid-murid beliau. Begitulah riwayat hidup beliau yang selalu berjuang mengorbankan jiwa raga dan hartanya demi dakwah menyebarkan ilmu agama hingga pada malam Sabtu awal Jumadil Akhir pada tahun 1439 Hijriah bertepatan pada tanggal 17 Februari 2018 Allah Subhanahu wa taala mengambil rohnya yang mulia di kota Jeddah. Kemudian jenazah beliau disolatkan di Masjid Balkhair di Jeddah dan dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan dan dimakamkan ke kuburan Ma'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Al-Habib
Muhammad Faris bin Idrus As-Saggaf yang telah menyampaikan manaqib Al-Habib Sultan Al-Alim Al-Imam Syekhul Islam Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Salim dan guru-gurunya, insyaallah, amin, Allahumma amin. Dan melanjutkan acara yang berikutnya, kita akan mendengarkan seksama daripada Mau'izatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan ini akan disampaikan sayulqiha Fadilatul Habib Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Bar, yang insyaallah sayutarjimuha Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Ahmad Radhi bin Husain Al-Kaf, fa'alaihima falyatafaddala mashkura wa ma'jura. Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إفضاله ونعمه الذي خصص من أمته من يحمل سر العلم من ورثة الأنبياء، وأصلي وأسلم على هاديهم ومرشدهم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, beliau memulainya dengan hamdalah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan hamba-hambanya untuk membawa rahasia-rahasia ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah beserta para pengikut dan penerus beliau. وما شاء الله تبارك الله سمعنا من الترجمة الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري على الله درجاته، وذكر كمان الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين والحبيب عيدروس بن عبد الله بن صميت الذين إذا رأوا يذكر الله. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama biografi daripada Al-Habib Salim dan Habib Abdullah, juga Al-Habib Idrus bin Sumait, yang mana mereka semua adalah sosok-sosok yang ketika kita lihat maka kita akan menjadi ingat kepada Allah. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصفات وهذه المناقب التي سمعتوها اقتداء لنا وهدى لنا وتبصرة واتباع لما جابه الحبيب الأعظم على هؤلاء الصالحين وخلفته. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar tersebut menjadi penerang bagi jalan kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi kehidupan kita. والحاضرين بعضهم من طلبة رباط تريم ونحن الفقير من طلبة رباط تريم، فنسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من طالبين العلم العاملين به. Sebagian di antara hadirin adalah santri-santri Rubat Tarim, dan juga Al-Faqir beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah santri Rubat Tarim juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat. والحبيب سالم بن عبد الله الشاطري مدرسة في العلم، مدرسة في الصبر، مدرسة في التقى، مدرسة في العبادة، فجمع الله له شأن العلم المعظم وشأن العبادة والمجاهدة فيها. Al-Habib Salim Asy-Syatiri adalah sebuah sekolah yang mengajarkan tentang keilmuan, sekolah mengajarkan tentang kesabaran, sekolah yang mengajarkan tentang mujahadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. حتى ما سمعنا هنا من المناقب والذي سمعناه عنه أنه قد بلغوا شيوخه إلى 100 شيخ. Dan termasuk yang didengarkan tadi bersama bahwasanya gurunya itu mencapai jumlah 100. وكان يقول ما سمعنا بعلم في أماكن أو بظهور شيء علم جديد من العلوم إلا وهرعنا إليه وسابقنا لأخذه من الشيوخ والأكابر. Dan beliau Al-Habib Salim pernah bercerita bahwasanya dulu waktu belajar tidak pernah mendengarkan satu ilmu pun atau satu orang alim pun kecuali kami berlomba-lomba dan bersegera untuk menuju sumber atau tempat menuntut ilmu tersebut. وكان يحث طالب العلم على الاجتهاد وعلى العمل بالعلم ويفاجئهم في جلوسه أثناء الدرس بالسؤال ويرى الكل هل منتبه لما ألقي له من الدرس في اليوم والليلة.
Dan beliau sangat cinta dan memerhatikan sekali perkara yang berkenaan tentang menuntut ilmu. Dan terkadang beliau mengagetkan santri-santri dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam ilmu yang mereka pelajari, agar mengetahui apakah anak-anak yang belajar tersebut memerhatikan pelajaran atau tidak. وهكذا الأولين من الصالحين والعلماء يهتمون بالتربية قالوا إن رباط التريم اهتموا بالتربية قبل التعليم فيه. Begitulah juga orang-orang terdahulu daripada as-salafus salih, mereka sangat mementingkan perkara pendidikan akhlak dan juga ilmu, dan mereka sebagaimana yang diajarkan di dalam Rubat Tarim memajukan atau mengedepankan tarbiyah pendidikan terlebih dahulu sebelum ilmu. فيهذبون النفس ويصفون السريرة وبعد ذلك يطرحوا العلم فيه ولو كان قليل فيكون نفعه أكبر. Lalu selanjutnya akan dibersihkan jiwanya, disucikan hatinya. Lalu setelah itu kalau seandainya pun diberikan hanya ilmu sedikit, insyaallah akan diberikan kemanfaatan di dalam kehidupannya. لكن إذا كان هناك قال الحبيب سالم طالب علم ما عنده أدب ما عنده تواضع ما عنده خشية ولو حفظ من العلوم ولو قرأ من الفهوم ما بيكون ذاك فيه نفع له ولا لغيره. Akan tetapi kalau seandainya seseorang yang memiliki ilmu tidak dibekali dengan adab, maka sebanyak apapun ilmu yang ia miliki, maka tidak akan memiliki kemanfaatan kepada dirinya ataupun orang lain. وكان رضي الله عنه وأرضاه حتى أي فائدة صغيرة سمعها حتى من التلامذة كان يهتم بها ويحافظ على السنن والآداب والمظهر واللباس والمأكل. أقل شيء في وجوده أثناء الطلبة بعض الأحيان يفاجئهم يقول هيا كلكم معكم سواك طالب العلم بعد سواك ما هو طالب علم هذا. Dan beliau sangat memerhatikan sekali tentang adab-adab nabawiyah, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakaian dan juga makanan semuanya diperhatikan oleh beliau. Dan terkadang ketika duduk bersama dengan orang-orang di sekitarnya, beliau sering sekali bertanya, apakah kalian adalah orang-orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Coba tunjukkan bersama-sama, apakah kalian membawa yang namanya siwak? Dan beliau bertanya kepada itu disering daripada majlis-majlis. ويسأله هل راجعت درسك اليوم؟ هل ايش استفدت من فائدة؟ أقل شيء إذا ما حصل فائدة في اليوم لقيها طالب العلم فهو قال كما بداكم تعودون. Dan kalau seandainya belajar, beliau akan bertanya kepada santri-santrinya, apakah kalian telah mengulangi pelajaran? Apakah kalian menghafal sesuatu faedah yang baru? Kalau seandainya tidak ada yang menjawab atau yang menjawab tersebut menjawabnya dengan tidak, maka Habib Salim akan berkata, kama ba'da'akum ta'udun, sebagaimana Allah mulai kalian kembali seperti itu juga. وكان صاحب مجاهدة عظيمة في علمه وفي عبادته ويعترف بالتقصير. ولما نأتي إليه إلى البيت في آخر حياته ما وقته كله يا أما قراءة على كتب أما أنه يشرح بعض الأبيات في القصائد ما تراه هناك مجلسه إلا غنيمة. حتى القصائد هذه حق السلف يشرح إيش معناها ويسألك، ما يكون منشد ما يعرف لمن القصيدة يعاتبه ويقول كيف منشد ما تعرف من القصيدة. Dan beliau sangat perhatian sekali di dalam mujahadah dan ilmu. Dan di akhir hayat beliau pada saat tidak keluar lagi ke majelis-majelis, beliau tetap memakmurkan waktunya dengan menuntut ilmu, membaca kitab atau mendengarkan gosidah-gosidah. Dan beliau sering kali menjelaskan daripada makna-makna gosidah yang dibacakan di hadapan beliau. Dan terkadang beliau memarahi yang baca kalau seandainya tidak mengetahui arti atau tidak mengetahui siapa yang mengarang gosidah tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang membaca gosidah tapi tidak mengerti apa yang ia baca? وكنا نحن خاصة المنشدين ننتبه عند إلقاء القصيدة على الحبيب سالم ما فيها خطأ في النحو، ولا إذا أخطأت يقول كيف شوف في خطأ عندك في النحو ما انتبهت له وعادك طالب علم. هذا التوبيخ في كل طالب علم إذا ما حصل له أدب ما بيثمر حقه طلب العلم. قالوا كان أول نسمع من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. Dan kami, kata beliau juga munsyid yang membacakan qasidah di hadapan Habib Salim.
Kami juga, kata beliau, ketika membaca qasidah, ketika kami salah membaca, maka akan dimarahi oleh Habib Salim. Bagaimana bisa seseorang membaca qasidah dengan nahwu yang salah atau sejenisnya daripada kesalahan-kesalahan bacaan. Dan beliau sangat menganjurkan sekali seorang santri untuk bersungguh-sungguh di dalam ilmu yang ia pelajari, dan dikatakan bahwasanya siapa yang tidak memiliki permulaan yang membakar dirinya, maka dia tidak akan memiliki masa depan yang bercahaya. وتلقاه من قبله من شيوخه مثل الذي ذكرتهم الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب، وما عاد بشر هذا الحبيب الأشياء هذه إلا هو ظهرت عليه آثار الهداية وآثار العلم وآثار النور، حتى قال له الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب بيترادف العلم على صدرك وبيكون لك شأن عظيم. Dan termasuk guru beliau sebagaimana yang kita dengarkan tadi adalah Al-Habib Alwi bin Shahab. Beliau memiliki apa yang beliau miliki seperti itu dengan kesungguhan beliau, dan juga telah dikatakan dari sejak dahulu oleh Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab bahwasanya Habib Salim ilmu akan berturut-turutan ada di dalam jiwanya, kemudian akan memiliki perkara yang agung. فصار بعد ذلك مجاهد عالم وصاحب عمل بالعلم وصاحب جهاد للنفس وصاحب قهر للنفس وصاحب عبادة بالكلمة هذه حق الحبيب علوي، عاد اللي أثارت فيها التشيع الهمة العظيمة، بدل أن واحد قال شاف رؤية زينة ولا شاف نفسه حفظ شيء ولا المهذب ولا صار يقرف التفاسير، عاد ولا تكاسف في العلم. لكن الحبيب سالم بالعكس، يوم يأتي البشارة من الحبيب علوي زادته رفعة وصار إلى ما صار إليه. Dan dengan kabar gembira dari Habib Alwi tersebut, justru Habib Salim menjadi tambah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan menjadi seseorang yang berjuang betul untuk menuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerhatikan ilmu lebih dari sebelumnya, berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang kalau seandainya mendengarkan sedikit mimpi tentang dia bahwasanya dia baik ataupun dia bisa mengajar sedikit daripada kitab-kitab, lalu dia merasa bahwasanya itu semua sudah cukup. Berbeda dengan orang-orang yang semacam itu. Justru bisyarah atau kabar gembira yang diberikan Habib Alwi menjadi sumber semangat beliau untuk terus melanjutkan menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا لابد على طالب العلم كلما ازداد علما يزداد تواضعا، مثل ما قال الإمام الشافعي كلما ازددت علما ازددت تواضعا والعلم خشية يعرف بذاك أهله. Dan haruslah seorang yang memiliki ilmu, dia harus selalu memiliki sifat rendah hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, setiap kali aku menambah ilmu maka aku bertambah tawadhu. Dan ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diketahui dengan rasa tersebut orang-orang yang memiliki ilmu. وكان يعرف الحبيب سالم صاحب سلامة صدر، ما فيه شيء من الحقد ولا فيه شيء من الغيبة والنميمة ولا ينظر إلى أحد، وكل يحسن الظن فيه، لأن باب حسن الظن هذا باب عظيم في المرتبة لصاحبه يرقيه من المنزلة السفلى إلى المنزلة العليا، مثل ما قال الحبيب محمد بن العيدروس صاحب سرباية فاحسنوا ظنكم فإنه إلى الخير سلم، أي يرقيك معالي وأنت ما تعرف، كل إلا بحسن ظنك في الناس كلهم. Dan beliau Al-Habib Salim memiliki hati yang selamat dari segala benci, iri, dengki dan permusuhan. Beliau sangat menjaga hatinya, dan semua orang yang duduk bersama beliau selalu beliau muliakan. Beliau selalu berbaik sangka kepada siapapun, dan baik sangka itu adalah pintu yang akan membukakan banyak daripada kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, sahib Surabaya, bahwasanya husnul dzan atau baik sangka itu adalah sebaik-baiknya tangga yang akan menghantarkanmu ke dalam martabah kedudukan yang tinggi. قال من قبض به عرف حتى ولو ما تعلم. Barang siapa yang berpegang teguh dengan husnul dzan, maka ia akan memiliki ilmu meskipun dia tidak belajar. وكان الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب يكرر هذا البيت دائما نسمعه، قال خصلتين ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله حسن الظن بعباد الله، وهو حديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Abdullah bin Syahab selalu seringkali mengulangkan hadis ini, yaitu dua perkara yang tidak ada yang lebih daripada dua perkara tersebut, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia-manusia, hamba-hamba Allah. Dan itu adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل حسن الظن ومن أهل التواضع وأن نرجع إن شاء الله هذا اليوم بثمرة. لابد قال من سمع المناقب حق أهله وحق سلافه وما شاء الله حتى خصلة واحدة رجع مفلس. سمعته كلمة المتكلم الأبيات حق الحي علي حبشي قال من لا صحف في زمانه شيخ عارف مكين يمر عمله وهو يعد من المفلسين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونجوا من هذا الإفلاس ويجعلنا وإياكم مع نحشر مع سيد الناس. Dan mudah-mudahan, kata beliau, apa yang kita dengarkan di majelis ini mendatangkan manfaat, karena orang yang sudah mendengarkan manaqib yang begitu hebat, akan tetapi ia tidak mampu mengambil satu saja pelajaran, satu saja manfaat dari apa yang dibacakan, berarti orang tersebut adalah orang yang pulang dalam keadaan rugi. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi dalam muqaddimah, dalam pembawa acara menyampaikan qasidah bait syair dari Al-Habib Ali Habsyi, barang siapa yang tidak pernah berteman atau tidak pernah mendampingi seorang arif yang memiliki kemantapan di dalam ilmunya, akan berlalu hari-harinya dan dia terhitung sebagai orang-orang yang merugi. وكان يهتم عليه رحمة الله بالأمور هذه المهمة من أمور الدين، من الصلاة وفروض الوضوء ونواقض الوضوء وتعليم النساء والبنات، وكيف كل واحد يسأله كيف أنت في بيتك، هل أولادك قايمين على هذا المقام أم أنك تحضر المجالس وأهلك شتان بين مشرقة ومغربة؟ يعني كيف إذا أنت تحضر المجالس وما كنت منتبه لأولادك في صلاتهم في صومهم في رمضان، في هل هم على صح يقتدون بالنبي وبالسلف الصالح؟ كثير بعض الناس يهمل حتى في الوضوء هذا، كيف بتدخل على رب الأرباب وأنت ما أحسنت الوضوء؟ Habib Salim termasuk orang yang sangat perhatian dalam perkara-perkara syariat, tentang kegiatan-kegiatan keagamaan kita sehari-hari. Bagaimana rukun-rukun salat, bagaimana rukun-rukun wudu, bagaimana cara mengerjakan kewajiban-kewajiban. Dan kita yang hadir di sini saling bertanya satu sama lain pada diri masing-masing. Bagaimana keadaan orang-orang di rumah kita? Apakah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada kita, daripada tanggung jawab menjalankan perintah-perintah Allah, sudah kita terapkan di rumah atau belum? Jangan sampai hadir di majelis-majelis seperti ini akan tetapi orang-orang di rumahnya terbengkalai. Jauh antara apa yang dia lakukan, jauh juga antara apa yang dilakukan oleh orang-orang di rumahnya. Karena perhatian kita seharusnya tertuju kepada diri kita, kemudian kepada keluarga-keluarga kita. وكان مثل ما ذكرنا سالفا أنه وقته كله عبادة وذكر وتلاوة للقرآن حتى آخر حياته. كان جالس في البيت ويأتون إليه الطلبة إلى البيت ويقرؤون عليه، حتى كان الحبيب سالم عليه رحمة الله كان ينعس. نحن نتعب نأتي بالكتب آخر حياته إلى البيت ونقرأ ونحن نتعب، والحبيب كل ما غفى سكتنا حس من غفوته وقال تم القراءة. حتى هذا استغربنا، وبعدين يقول بس تعبت ودحين نشدو. كان حتى سأله بعض الطلبة قال كيف يا حبيبي دحين أنت تتنام؟ نحن لما نقرأ نحن أنت تكون نايم، كيف تحس لما نسكت؟ قال حاورناه كم مرة، قال أشوف عليكم نور عندما أغمض، إذا انطفأ النور عرفتكم وقفت في قراءة الكتب. هذه من الأشياء الذي يتصب بها من الأشياء الغيبية العلوم، وهذا كثر الإخلاص والعبادة وما يجيب الهوينة يأتيها الله العلم والعمل به والولاية والتقوى والصلاح. نسأل الله أن يجعلنا سر من سره. Dan beliau menjelaskan bahwasanya dulu Al-Habib Salim itu sebagaimana yang diketahui oleh orang banyak, selalu menghabiskan waktunya di dalam membaca buku-buku yang bermanfaat, membaca Al-Quran, ibadah semuanya. Dan santri-santri dari Rubat atau dari tempat-tempat yang lain, mereka datang ke rumahnya Habib Salim terus tanpa berhenti-henti membacakan kitab-kitab yang banyak kepada beliau. Tapi ada fenomena menarik, Al-Habib Salim seringkali pada saat kita membaca daripada buku-buku tersebut di hadapan Habib Salim, membaca kitab-kitab tadi, terlihat Habib Salim itu seperti tertidur. Akan tetapi pada saat santri yang melihat Habib Salim seolah-olah tertidur berhenti membaca,
Habib Salim selalu saja berkata, "Tim, teruskan," kata Habib Salim. Lalu baca lagi, kemudian terlihat tidur lagi Habib Salim, berhenti lagi si yang membaca tersebut. Lalu Habib Salim bertanya, "Kenapa kalian berhenti? Capek sudah baca." Lalu setelah belajar, beberapa santri mendekati Habib Salim rahimahullah dan bertanya kepada Habib Salim, "Wahai Habib, kenapa ketika kami baca engkau tidur? Dan pada saat kami diam, engkau sadar bahwasanya kami sedang diam." Didesak. Akhirnya Habib Salim menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya pada saat kalian membaca dan aku memejamkan mata, bacaan kalian itu seolah-olah memancar cahaya dari kalian. Dan kalau kalian diam, terasa di dalam jiwaku bahwasanya kalian itu gelap." Lalu aku menegur hal tersebut. Dan ini adalah perkara gaib yang didapatkan oleh Al-Habib Salim melalui mujahadah, perjuangan beliau di dalam memperjuangkan agama Allah dan menjalankan syariatnya Allah. وما هو من باب الكرامات ولكن حتى من باب الكشف والعلم. قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ومن قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Dan ini semua tidak mesti dari pintu keramat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada wali-wali Allah, akan tetapi bisa jadi kasyaf, keterbukaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya karena orang-orang yang mengamalkan, mengetahui, memiliki ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, maka Allah akan wariskan kepada dirinya ilmu yang tidak pernah ia ketahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan diajarkan atau Allah akan mengajarkan kepada kalian, memberikan kalian ilmu." وكان دائما تلقى السبحة هذه الألف بيده ما يفارقها آخر وقته. وكان يخبرنا أنه رأى الحبيب حامد البار وقال من كثر العبادة نرى نور على وجهه. قلنا يا حبيب أنت كمان النور على وجهك. قال هذاك أنور منا. فكنا لما نجلس عنده يقول هو الحبيب سالم الحبيب حامد هذا البار. قال لما تنزل القطرة حق العرق في وجهه تنزل كما الجوهرة من نور الوجه. وقال هذا من نور الذكر. الأذكار كلها يأتي بها والسنن كلها والرواتب القبلية والبعدية. فوق ذلك طلب العلم والاجتهاد وما يمر يومه إلا وقرأ شيء من الكتب العلمية أو كتب السلف أو التفسير أو التوحيد. Habib Salim setiap harinya tidak pernah lepas daripada tasbih yang jumlahnya 1000. Setiap hari beliau memegang tasbih tersebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari beliau, Habib Salim bercerita bahwasanya ketika melihat Habib Hamid Al-Bar, beliau melihat muka yang begitu berbinar bercahaya. Lalu orang-orang berkata kepada Habib Salim, "Wahai Habib, sesungguhnya engkau juga bercahaya." "Betul," kata Habib Salim, "akan tetapi Habib Hamid Al-Bar itu lebih bercahaya mukanya. Ketika satu tetes keringat turun dari mukanya, seolah-olah itu adalah permata yang turun dari berjatuhan daripada tempatnya." Dan itu semua adalah cahaya zikir kepada Allah dan juga ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله أن تعود علينا هذه السيرة علينا وعلى أولادنا وعلى زوجاتنا وبناتنا ونخرج إن شاء الله من هذا المجمع بفائدة كبيرة. من كان مقصر في صلاة جماعة فلا يترك الجماعة. قال لأن فضلها عظيم تحفظك في يومك. قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذه الفضائل العظيمة كان يحرصون عليها خاصة طالب العلم. قال حتى نزل إلى الشارع ويدور حد بفلوس يصلي معك جماعة. ولا قال في الحديث لو أنك قال صليت 27 مرة ما تؤدي هذه فرض الجماعة الذي صليته. وفضل الذكر كذلك. كان العلماء يقولون الذكر على الاجتماع على الذكر وعلى الصلاة على النبي فائدته كما الحديث الذي ورد في صلاة الجماعة. كثير الآن يقول إحنا بنذكر وحدنا لكن أنت قلبك يغفل. لكن مع الجمع هذا لابد أنه قلب حاضر. والقلوب هذه كلها إذا اجتمعت على قلب واحد حاضر من ذكر واحد ربي يقبل الصلاة ويقبل الذكر ويرتفع المولى ويعود بفضل كبير على الحاضرين. Yang kita harapkan adalah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Habib Salim kembali kepada kita, keluarga kita. Kita menjaga salat jamaah kita dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan bahwasanya salat berjamaah ini kemuliaannya sangat besar. Seseorang yang salat subuh berjamaah akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya berjamaah sama seperti qiyam setengah malam, berqiyamul lail setengah malam, dan salat subuh berjamaah sama dengan qiyamul lail
satu malam suntuk. Dan juga seseorang hendaknya perhatian dalam salat berjamaah, bahkan kalau seandainya harus membayar orang untuk kita cari di jalanan, untuk kita ajak salat berjamaah, maka hendaknya itu kita lakukan. Dan salat berjamaah beda nilainya dengan salat kita sendirian. Begitu juga zikir, begitu juga hal-hal lain, ibadah-ibadah lain yang kita lakukan bersama-sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat perkumpulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hudur, berikan kepada kita kekhusyuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan lebih menerima daripada amalan-amalan yang kita lakukan secara berjamaah. جزا الله خير الحبايب الحبشي والكاف على قيام هذه الذكرى، وهي من البر لشيوخهم والبر لآبائهم، وكل من حضر هذا المجلس يحصل والده وجده من الفضل العظيم، لأن الله فضل الله واسع، من حضر ومن لا حضر يعني سبحان الله. فضل الذكر والصلاة وقراءة القرآن تكون تعم على الناس كلهم، الأحياء والميتين. قال فيها خلاف الميتين، قال ينتفعون بها الأحياء قبل الميتين. كان الحبيب سالم يقول أنتم يا الأحياء انتفعوا بها، إذا أنتم تقولون خلاف، أنتم ما لكم ذكر، ما لكم اجتماع. جزاهم الله حياهم الله اللي يخلوا لنا كل زين. فنسأل الله تبارك وتعالى يجعل هذا الجمع جمعنا مرحومة، وتفرقنا بعد تفرقنا معصومة، ولا يرينا لا فينا ولا منا ولا من أهلينا ولا من أحبابنا شيئين، ولا يا كريم يا رحيم. ويعود بركة هذا الجمع إن شاء الله بالاجتهاد لنا ولكم في الذكر والعبادة والتقوى والاستقامة والمحافظة على الصلاة. الصلاة قال إنها عماد الدين، إذا تركت الصلاة ضيعت الأساس كله. لابد كل واحد يهتم بصلاته وخشوعه فيها وذكره وجماعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. Dan beliau berterima kasih kepada segala macam pihak yang ikut andil di dalam menyelenggarakan daripada haul Habib Salim ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca daripada tahlil, zikir dan segala macamnya itu memberikan rahmat, cucuran rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir dan juga orang-orang yang meninggal. Karena seperti yang diceritakan oleh beliau, terkadang orang-orang yang masih hidup mereka membacakan tahlil, zikir yang banyak untuk orang mati. Mana zikir untuk diri kita sendiri? Itu yang disampaikan oleh Al-Habib Salim pada saat orang-orang membaca tahlil. Tahlil untuk orang mati, zikir untuk orang hidup mana? Itu juga merupakan kewajiban, keharusan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup. Ya, mudah-mudahan segala macam yang kita amalkan, yang kita baca itu bermanfaat bagi kita bersama dan bagi orang-orang yang kita cintai, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memiliki taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad dan menjalankan salat. Karena salat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan salat berarti dia telah meninggalkan agama secara keseluruhan. Dan tadi di permulaan beliau minta maaf tidak berdiri di dalam ceramah ini karena capek, baru sampai dari berangkat. Jadi mohon dimaklumi dan minta maaf. Dan juga kurang lebihnya daripada Al-Faqir, terjemahan, tambahan, kurangan dan segala macamnya juga minta maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiq lis-shawab. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده تباركا معصوما ولا تجعلنا ومعنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما أعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa barusan maka berakhirlah pula acara kita. Maka